سلام الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات حكاية ستيفن. الحكاية تاع اليوم تقول نحكي لك على وحدة جارتي وصاحبتي وقرينا مع بعض ملي كنا صغار. المهم تبدأ الحكاية كي كنا نقراو في الليسي. هذه صاحبتي كنا نروحو مع بعض ونقراو، وكانت عاقلة وكانت بشوشة وتحب تضحك، مي لاحظنا عليها بدأت تتغير، ما تهدرش ودايما ساكتة، وكي شغل خايفة تروح للليسي بالسيف، ما تحبش تروح حتى يضربوها دارهم. كي يقولوا لها علاه ما تقرايش تقول لهم راهم يحلفوا فيا وما يخلونيش ندخل القرايه. المهم كذبوها دارهم وكانوا يبعتوها درع باه تقرا. انا وحده تاني معايا رحنا ليها وقلنا لها هيا نروحوا. قالت لنا لا ما حبوش يخلوني ندخل. قلنا لها شكون هادو؟ قالت لنا مرا وراجل يحلفوا فيا عند الباب. احنا قلنا بالك راهي تتخايل ولا تقصر ولا. قلنا لها هيا نروحوا وراكي معانا ما كاين والو، ونشوفوا هادو اللي راهم يحلفوا فيك وما خلاوكش تدخلي تقراي. مشات معنا وهي خايفة. المهم وصلنا قريب للليسي وهي الطفلة حبست وغطات عينيها وبدات تبكي. احنا تخلعنا الطفلة وش بيها، علاش راهي تبكي هكذا وتبكي بالصوت وتقول لنا راهم عند الباب يحلفوا فيا ويقولوا لي والله ما تدخلي. وحنا خزرنا في الباب ما كاين والو غير الاجون واقف لتما وهي تبكي بالشهقة، وحنا تلفتها لنا احنا رانا نشوفوا بلي ما كاين حتى واحد، كاين غير الاجون وهي تقول لنا كاين مرا وراجل. المهم حطيناها في الوسط بيناتنا انا وصاحبتي الاخرى وقلنا لها هيا ندخلوا ما تخافيش، وهي تقول لنا ما ندخلش راني نقول لكم راهم واقفين عند الباب. يا خاوتي احنا وقفنا عند الباب ورايحين ندخلوا وهي مغمضة عينيها وتبكي، وتجي واحد القوة تقول عاصفة طبعتنا حتى طحنا في 3 مع بعض. مالقري ما كاين لا ريح لا والو، السخانة كانت دايرة حالة. من الخلعة هذيك ولينا غير نبكيو. شافنا هذاك الأجون كيفاش طحنا وجا يجري وعيط للمراقبين، ومن بعد بعثونا للدار. وهي من وصلت للدار خوها ضربها وقال لها درتي نت بهدايل حتى رجعوا رجال يوصلوا فيك للدار. المهم هي ناضت تبكي بهستيريا حتى خرجت واحد المرأة وراجل قالوا له لو كان تزيد ترفد يدك عليها ولا واحد يدق معاها بكلمة رانا حنرفدوك وندوك وانتوما راكم حتخلصوها غالية. خوها من خلها هذيك حكموا السكر من هذاك النهار وما زادوش هضروا ولا عيطوا عليها. خوها صاحب خويا جا مخلوع ويبكي، قال له واش صرا، حكالو الحكاية. قلت لخويا ايه صح انا ما شفتش ما حسيت واش صرا. بعدها طفلة هذيك حبست القراية ورقات والحمد لله تزوجت وراهي بولادها دوكا. هذه هي الحكاية تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم.